ازاي تلحق في تسع عربيتك لو حسيت ان اداؤه قل وابتدى يبوظ منك؟ وعشان باب النجار مخلع، انا اللي بنصحك تغير زيت الفتيس في ميعاده. نسيت اغير زيت الفتيس في عربيتي اصلا. وبالمناسبه دي خليني اقول لك بقى ان الشركات اللي بتقول لك زيت الفتيس ما بيتغيرش هي صح ولا غلط؟ انا جيت اغير زيت الفتيس بتاع عربيتي في جولدن كار، وتعالى اوريك بنغيره ازاي لحظه بلحظه. في ثلاث طرق ممكن تغير بيهم زيت الفتيس. الطريقه الاولى او اللي هي البلدي، هو بيفك الطبه وبعد كده بينزل الزيت اللي في الكارتيره بالكامل، وده ما بيبقاش الكميه كلها اللي جوه الفتيس، دي بتبقى تقريبا من تلت لنص الكميه على حسب نوع العربيه. يعني لو الفتيس بيشيل 10 لتر زيت بيبقى موجود في الكارتيره تحت تقريبا 5. اما الطريقه الثانيه واللي انا بفضلها واللي جينا عشانها جولدن كار هي الجهاز. والجهاز بيسحب الكميه كلها اللي موجوده في الفتيس عن طريق مواسير الداخل والخارج، بيسحب القديم وبيضخ الجديد. فرضنا ان هو سحب 8 لتر زيت هم اللي موجودين جوه الفتيس، بيضخ ال 8 بالظبط مع نفس درجه حراره الزيت اللي خارج. يعني مفيش ضرر ان انت تغيره بسرعه وتمشي، وده ما بيحصلش في الطريقه التقليديه. لازم تسيب العربيه على الاقل ساعه ونص ساعتين عشان تهدى خالص، عشان تقدر تفضي زيت الفتيس وما يحصلش اي ضرر على القدسات. وقبل ما نوصل العربيه على الجهاز هنستخدم فلاش الموتور بتاع ايزي. انا جربته قبل كده وهستخدمه للمره الثانيه عشان ينظف كل الميجر والبادي فالف وكل اجزاء الفتيس الداخليه من كل الاتساخات اللي موجوده، وهو امن تماما على الاجزاء الربر اللي جوه الفتيس كله. احنا بنختار موديل العربيه دي مازدا 3. اخترنا العربيه، بيوضح اماكن الخراطيم هتركب فين. هنوصل وندور العربيه وهيشتغل بشكل اوتوماتيك للدوره كامله لحد ما يخلص. ونوصل بقى الجهاز الداخل والخارج. ده بقى الزيت اللي خارج، بصوا لونه عامل ازاي، وده الزيت الجديد اللي داخل جوه العربيه. بعد ما خلصنا هنضيف بقى محسن الاداء من ايزي، وده محسن اداء مش اضافه زيت عشان الناس اللي بتتكلم عشان اللاك بقى والخشونه يروحوا كده وايه ونشوف الاداء هيحلو ازاي. الطريقه الثالثه بقى اللي انا ما بحبذهاش خالص، ان هو بيفضي لتر من العربيه وبيحط قصاده لتر جديد. وعلميا الطريقه دي مش صح. لو العربيه فيها حوالي 10 لتر زيت، عشان يغير خواص ال 10 لتر زيت دول محتاج تقريبا من 38 ل 42 لتر يعملهم باستمرار. دي طريقه مكلفه جدا وبتاخد وقت طويل قوي. وبالنسبه بقى للتوكيلات اللي بتقول زيت الفتيس ما بيتغيرش وان هو لايف تايم، انا عايز حد يرد عليا فيهم. هو ليه الشركه الام منزله زيت فتيس لنفس العربيات اللي انتوا بتقولوا عليها كده ومنزله فلاتر فتيس ليه؟ وبالنسبه لمحسنات الاداء، انا بدعو 5 من المتابعين بتوعي ان هم يجوا يستخدموا محسنات الاداء لو عربياتهم فيها لاج او خشونه، والتجربه خير دليل، وهنسمع منهم هم مش منا. قول لنا انت بقى، انت بتفضل انهي طريقه من الثلاثه، ولا انت من بتوع اللايف تايم؟ سلام.